هنحط هنا الطحين، هنحط عليه الكركم، وهنخلي بس شويه يعني ممكن تنتوفه ملح كده بس. وهحط عليهم ميه وابتدي اعجنه. يلا تنتوفه الزيت. ايوه احنا عندنا شويه زيت. تمام. هنفضل نعجنه 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 لغايه ما يبقى عندنا عجينه كويسه كده بنقدر نشكلها يعني، وتبقى عجينه كده ناعمه. بعد ما بنوصل للمرحله دي لازم نعجنها كويس جدا. بسيب العجينه ترتاح، مهم جدا. حلو. اني اسيب العجينه ترتاح. بتريحي العجين لازم لازم مع لازم. انه ما فيها خميره غاده. ها ما فيهاش خميره بس لازم ترتاح. اهي دي تقريبا بقالها نص ساعه العجينه مرتاحه يعني. مرتاحه الحمد لله. فانتوا طبعا حسب ما عايزين حجمه قد ايه اعملوه. مهم يا روان ان احنا نعمل العيش يعني الخبز بتاعنا ان احنا نفرده رقيق. ايوه لازم يكون رقيق. لازم يكون رقيق. لا لا احنا هون في ده شغل جامد. يلا يلا لازم نفضل نحط له. بصي ما شاء الله ما شاء الله. اوه برافو غدغوده.